قوية، كل واحد عنده كاريزما، موجودين في البيت مع بعض، في الشغل مع بعض، ده أفضل ولا كان كل واحد يبقى عنده فيل مختلف ومين بيصالح التاني الأول؟ استنى. الأسئلة الصعبة دي بتاعتك. ده مصر كلها عايز تعرف تتعاملي ازاي مع مين. طيب السؤال فيه حاجات كتير قوي. شخصيات قوية؟ لا أنا مش شخصية قوية قوي ولا حاجة. ميدو طبعا الرئيس في البيت والرئيس في كل حاجة في حياتنا. ده شخصية قوية طبعا بالنسبة لا يسرى بالنسبة يعني كست، لا شخصية تعتبر شخصية قوية جدا. برج الأسد. خلاص كده. لا شخصية قوية يعني. شخصية قوية بره البيت. لو في البيت لا والله شخصية قوية في البيت، لا بجد والله بجد، لا والله عظيم شخصية قوية. لا بالنسبة كست شخصية قوية يعني، ده في رأيي يعني. مين بيصالح التاني طيب؟ بوظ السؤال. لا مين بيصالح التاني؟ قوليها. بصراحة احنا الاثنين يعني، احنا ما بنحبش يعني لما بنختلف مع بعض في اي حاجة، احنا ما بنحبش الخلاف يطول يعني. فعلى طول يا اما انا بروح انا او ممكن نتكلم وكأن مفيش حاجة حصلت خالص يعني، بس لا دايما طبعا بروح اصالحه على طول. لا انا غلطانة طبعا. تجربة التمثيل بتاعت فيلم الحريفة، ميدو مساحة الدور ما كانتش صغيرة خالص. تفكري ان انت ميدو يكررها تاني او انت تبقي معاه في نفس في بروجكت تاني زي ده؟ لا انا بس لا انا مش الباشن بتاعي ولا تفكيري ولا عمري فكرت ان انا امثل خالص يعني. انما هو بالنسبه له كانت تجربه حلوه جدا وكلنا انبسطنا بالفيلم يعني. انا ولادي دخلوا الفيلم اكتر من 3-4 مرات. والفيلم كان لذيذ والدور كان لذيذ، ومبسوطه كمان ان ميدو الجيل الصغير كله 10 و12 و15 يعني الاصغر كمان بيجيله ويتصور معاه وعارفينه. فلا طبعا كانت تجربه حلوه وتتكرر تاني. اتبسطت قوي بالتجربه بتاعت فيلم الحريفه قوي يعني. الشباب كلهم اللي اشتغلت معاهم كلهم على فكره هيبقوا نجوم كبار. انا اول لما شفتهم وشفت ان هم يعني هم محترفين وشباب صغيره كلهم محترفين وكلهم بيجوا في ميعادهم وكلهم بيذاكروا شغلهم وكلهم بيراجعوا على شغلهم قبل ما يخشوا يشتغلوا، عرفت ان هم يبقوا ناجحين. غير ان هم طبعا تالنتد، كلهم تالنتد